السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هيكون معانا تجربة جميلة عملناها في مدينة بورسعيد. الفندق اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه فندق جراند اوتيل. ده موجود في مدينة بورسعيد في شارع الشهيد عاطف السادات. طبعا زي ما انتم شايفين اللي قدامنا ده مسجد الشاطئ، وهو يعتبر الفندق صف اول على البحر على طول. من اكتر المميزات اللي ممتاز بيها الفندق الموقع بتاعه. اولا انتوا في منطقه الشواطئ، يعني في عندكم اولا كافه انواع الشواطئ بتاعت مدينه بورسعيد. الى جانب كده في هناك اماكن لتاجير العجل والموتوسيكلات، في كافه المطاعم اللي انتوا محتاجينها، واماكن كتيره جدا للشوبينج بالنسبه للملابس او اي خدمات اخرى. الفندق بصراحه هو التقييم بتاعه فندق 4 نجوم. الاقامه فيه بتكون بالفطار اوبن بوفيه. الفندق واخد تقييم 8.2 من 10 على موقع بوكينج. طبعا ده تقييم جامد جدا او عالي بالنسبه لمنطقه مدينه بورسعيد، وهو اصلا الموقع محدده ان ده اعلى تقييم بالنسبه للفنادق في مدينه بورسعيد. وطبعا احنا هنشوف مكان المطعم الاساسي بتاع الفندق بصراحه ممتاز. انا يعني هنشوفه دلوقتي بالتفصيل، وهنعرف كل المميزات اللي فيه. الفندق من المميزات اللي عجبتني جدا ان هو الاسلوب الراقي للناس الموظفين اللي بيتعاملوا بيه هناك. حاجه ممتازه جدا. وطبعا دي حاجه اي واحد لما بيجي يتعامل مع اي فندق بيهتم جدا بالاسلوب وطريقه الكلام. الفندق بصراحه ممتاز، والناس اللي فيه محترمه جدا بالنسبه لطريقه التعامل. احنا دلوقتي كده هنخش بقى على المطعم الاساسي. في نقطة كنت حابب أأكد معاكم فيها. بالنسبة لنظام الإقامة في الفندق، هو الأساسي بيكون الإقامة بالفطار بيكون أوبن بوفيه، وفي نفس الوقت متاح فيه اوبشن ان انت لو انت حابب ان انت تضيف وجبات الغداء ووجبات العشاء برضو متاح. يعني لو انتوا حابين الاقامه تكون هاف بورد او فول بورد، موجود في الفندق مفيش اي مشكله. ومن اكتر المميزات اللي هو الفندق اللي يعني انا عرفتها ان هو ليه شاطئ خاص. يعني انتوا المفروض لما بتنزلوا من الفندق بيكون لكم كارت خاص بالشاطئ، بتروحوا للشاطئ اللي احنا الفندق متعاقد معاه، وبيديهم بس الكارت بعدد الافراد المنحجز، وعلى اساس كده بيتم دخول الشاطئ مجانا. ما بتدفعش اي رسوم عليه. وطبعا دي نقطه بتفرق مع ناس كتيره جدا. زي ما انتم شايفين المطعم بصراحه نضيف جدا. اسلوب النظام اصلا تحضير الاكل هناك كويس جدا، كله على البحر مباشره. انا عايز بس اوريكم المنظر ده، يعني انت تخيل كده فتره الصبح وانت بتفطر وانت شايف المنظر ده قدامك. بصراحه حاجه تفتح النفس وحاجه جميله جدا. انا عن نفسي لما كنت بعمل الريفيو بتاع الفندق، المنظر ده انا قعدت فيه كتير من حلاوه المكان. طبعا مش عاوز اقول لكم بقى الهوا كان عامل ازاي والمنظر اللي قدامكم. بجد حاجه تفتح النفس جدا بالنسبه لطريقه الاكل. انا هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الفيديو، وفي اخر الفيديو باذن الله وان شاء الله كده هيكون معانا حد من العاملين في الاداره في الفندق، هيشرح لنا كافه المميزات بالتفصيل، بحيث برضو لو في اي حاجه انتوا حابين تعرفوها ولو مش موجوده في الفيديو ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هشرح لكم كافه التفاصيل. التعاقد مع الفندق مع شركه اسلام زي ترافل للسياحه. واتمنى باذن الله وان شاء الله كده تكون كل العروض اللي انا بنزلها لكم تعجبكم، سواء كانت عروض الرحلات اليوم الواحد او عروض الاقامه. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو تستمتعوا بيه وتشوفوه. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وعمل سبسكرايب في القناه، وتشيروا كتير جدا للفيديو ده عشان ممكن تفيدوا ناس تانية كتير. وشكرا جدا لكم.
المنظر بقى هنشوفه. انا مش عايز اقول لكم الهواء عامل ازاي. متعة بجد. فندق جراند اوتيل موجود في مدينة بورسعيد. مساء الخير، معاكم فريدة جيست ريليشن مانجر في جراند اوتيل بورسعيد. احنا النهارده هندي اوفرلوك كده على الفندق 180 روم، كل روم فيه 18 اوضه. عندنا الاوض على بحر وعندنا الاوض جانبيه، وعندنا كمان الاقامه بتبقى شامله الفطار عندنا بيبقى اوبن بوفيه، بيبقى من الساعه 7 للساعه 11. في المطعم بانوراما، الفيو عندنا بانوراما كله، بيبقى شايف البحر وبورسعيد كلها. ده بيبقى كل ده بحر، وفي الجنب كمان قناة السويس. عندنا كمان الاكسس للبيتش الاوتيل، ده بيبقى فور فري، بيبقى مع الاقامة. وعندنا كمان المطعم مفتوح 24 ساعة لأي حاجة، في غدا، في عشاء، في كل حاجة، في حتى سناكس، في حلويات، في كل حاجة. طيب هقول لحضرتك حاجه. طب احنا مثلا الاساسي بالنسبه للجست الموجود بيكون الفطار بيكون اوبن بوفيه. طب احنا كده لو خلينا الاقامه سواء كانت مثلا هاف بورد او فول بورد على حسب الاوبشن بتاع الفندق، طبعا بيكون السعر مختلف. طبعا لكن العميل لو عايز فطار فقط مفيش مشاكل. مظبوط. هو مثلا حب بقى يزود الغداء او يزود العشاء، دي حاجه مش اساسيه. لا لكن الاساس اللي هو الفطار بس، او السعر اللي شامل الاساس الفطار بس. مظبوط. تمام. طب بالنسبه مثلا بالليل، لو مثلا الجست اللي هو موجود هنا في بالليل، في اي مثلا يعني اكتيفيتيز موجوده، حفلات مثلا ممكن بتحصل لهم، حاجات مثلا ممكن بتحصل داخل الفندق؟ في عندنا حفلات بتبقى في الويك اند بس. تمام. بيبقى عندنا باند، بيبقى عندنا غنى وحاجات كده، بتبقى تحت في اللوبي، او هنا ساعات بتبقى فوق في المطعم. بيبقى فيها مشروبات، بيبقى فيها اكل، بيبقى فيها حاجات حلوه قوي. بس كده، دي الاكتيفيتي اللي احنا ممكن نعملها في الويك اند. تمام. طب بالنسبه طبعا اغلب الفنادق بتحسب من اللي هو الخميس والجمعه او الايام اللي هي الاجازات، بيكون السعر بتاعها اوفر شويه. في هنا برضو فرق ولا بيكون كله نفس السعر؟ لا، احنا عندنا هنا في الويك اند بتبقى اولموست، يعني بتبقى الدنيا زي ما هي، الاسعار زي ما هي. طب ممكن كويس في جدا. الاعياد هي اللي ممكن، ده اكيد الاجازات طبعا. الرسميه هي اللي بيبقى عندنا السعر بنبقى بنعليه قوي، بس احنا يعتبر افضل سعر في بورسعيد حاليا بالنسبه لامكانيات الفندق وبالنسبه للفيو، لان مفيش فندق اصلا في بورسعيد في كل الادوار دي بنفس الفيو ده. فاحنا بالنسبه لنا الاسعار حتى لو بتزيد اتس اوكي، بتبقى جميله جدا ومناسبه جدا للجست. طيب كويس جدا. طب في نقطة برضه كنت عايز أسأل عليكم فيها، طبعا زي ما حضرتك قلتي إن هو بالنسبة للأجازات طبعا بيكون في سعر مختلف، ودي أنا معاكي فيها. طيب بالنسبة للأيام العادية أو بالنسبة لدخول الشاطئ، دخول الشاطئ طبعا إحنا عارفين إن زي ما حضرتك قلتي هو بيكون تبع الجست اللي نازل في الفندق هنا، بيكون في شاطئ معين إحنا المفروض نتعامل معاه ولا أي شاطئ؟ لا، بيبقى في شط معين تمام. نتعامل معاه. هو اسمه إيه؟ الجست بياخد مننا كارت بيروح بيه، احنا بنكتب له اسم المكان اللي بيروحه. تمام. بيبقى هناك، هو احنا بنكتب له برقم الروم بعدد الافراد، تمام. وبيروح هناك على طول، ممكن ينزل البحر، ممكن يقعد، مفيش مشكله. طيب كويس جدا.